بسيطة. شوف مثلا أنه ما حب يستلها، احنا من جملة لا عندك، لكن يخرج في النفس ما فيها. لقمان الحكيم ذكره الله في القرآن، كان عبد اشتري ثم اعتق، وكان بيرعى حمير الموالد. يوم من الأيام بيملي الحكمة على أمه والناس حوله مجتمعين، لا والله حنطلع على الغريزي على واحد من ولا عندك أهل المقرى نبلوا بيجينا فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. انتبهوا ذا الآية يسلوها أنها جمعة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني اختبار وابتلاء. قال يا فلان يا لقمان ألست الذي كنت عبد الآل فلان؟ قال إلا. نعم. يقول له بحمه لقل الناس يسمعوا. قال إلا أنا دي كنت عبد الآل فلان. قال ألست الذي كنت ترعى لهم الحمير؟ قال إلا. قال لي بنرعى لك عشاء. وش وده؟ قال وش أصلك في ذا المنزلة؟ قال تركي ما لا يعنيني. الطخ ذا عندك بوحده، كأنهم كتبوها في دواوين الحكم هذا الكلمة. قال تركي ما لا يعنيني هو ذي أصلني في ذا المواصيل. فالإنسان ما بيترك ما لا يعنيه، ولا بيترك الناس من الحسد كما قال الأول في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا نزع الله من قلبه حب الدنيا. لأنه ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب الدنيا رأس كل خطية وعفاك. صور كل خطية بجسد معها رأس وأذان وعيون ورجلين ويدين وذا، قالها حب الدنيا رأس كل خطية. والرأس ما بيصبر الشيء إلا به، يعني ما بالشيء من الخطايا إلا وسببه حب الدنيا. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العظيم. من كان يريد العاجلة يعني هي شغله وعمله، ما هو في داويتك الثاني. ولما احنا بيساعدنا المداقل جمعه، لكن ما يشتي كذا، عبين ذل من ربي ونصلي ونصوم كذا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما هو على اختيارهم، ما هو لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ورجع قال بعدها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة بقلبه، بتوجه بقلبه. إذا توجه واحد في شيء نجح فيه، توجه في بيع وشراء ومنت منتبه أنت بصير تبيع وتشتري، توجه في سفر ومنت منتبه قبيه السافر، توجه في منام منت منتبه أنت معلم، توجه بقلبك في الدين منت منتبه لا أنت متدين. ومن أراد الآخرة وسعى لها ما يسعها. قال واحد من العلماء سيدي محمد عبد الله الله يحفظه، قال مثل الحين جاء واحد بيخطب في مرة وقدر متحنج بها، بيسعى لها حق سعيها، بيتكرم وهو بخيل صدق عند هلا لا يقولون نفسه، وبيصادق أعدائه لقي اللي يوافقوا ومعناه مرة. ها المؤمن بيجوه كذيه، بيجوه بيدور منين تجي العافية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني يقدم هناك فالقمة هذه بيسبروا كذيه. الله سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن آيتين. الآية خبر عن الشيطان لعنه الله وأخساه وأبعده عنا، والآية الأخرى حكاها الله عن ذاته سبحانه وتعالى. وإيش قال فيها؟ الأولى: الشيطان يعدكم الفقر، عين والخبيث، هو داري ما في نادين ولا في نار كنجور ولا هو جاء المصيبة إلا من أجل الدنيا. الشيطان يعدكم الفقر والليل والنهار. ها منين عباه يجي لك؟ ها بتنجح زلطك، ها انتبه،
وبهنا أبوك ما الصلاة من جاء صلى نشتيمة قال ما هو وقت فلان زقير بيضوي فوت، فلان بيبيع ويشتري، ما بدأ فلان يهاجر، وذي عندك ما شاء الله عليه. المهم لو وده يقطع الصلاة عند بعض الخبرة لا يقدر يضوي متقل وعفا. ما والله حرق من جهاله بيقعد ينخر إذا قد ضوى سيارة من شحن ولا قد ضوى متقل في رمان في السلال ويقعد ينخر الحموة ولا هو ذاك الله ولا هو سامي. لكن لو قعد وما شغل الماكينة بال عن شكله هو صدق ذا المجبر ولا. وإذا ما ضاع يلا شيل جذماتك وخذها من باب. هما والله بتتبه دين ورب الكعبة ذي بيسبر كذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. خاسروا بعض الخبراء وبعض الجهاد وده انه يجي له ليه طالب علم وعالم والله العظيم انه عندها اشكال من الصعيد كله واشكال من السعودية كلها. ألا تسمعون إلى قول المؤمنين في سياق قوله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا إلى آخر صفاتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإيش معنى تفسير ذا الآية؟ يا ربي هب لي من زوجتي قرة عين. معنى أصل قرة العين بيقولوا فلان قرير العين قالت زوجة فرعون قرة عين لي ولك يعني سرور وراحة بما نشاهده في أزواجنا وأولادنا من الدين. هذا معنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني هب لنا راحة وسرور تقر به عيوننا مما نشاهده في أهالينا من الصلاح. هذا المعنى كذا. وبعد ذلك واجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلني قدوة يا ربي. يقولوا فلان تعينوا فلان في الصبر اصبر مثل فلان ما شاء الله مع جهال بيصبهم يصلوا نهبهم يصلوا جهالنا مثله. فلان ما شاء الله بيصل أرحامه كن يصل واحد أرحامه. فلان ما شاء الله عليه صدوق اللسان كن يصدق واحد لسان. وعلى هذا المنوال فالله سبحانه وتعالى حكى عن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا قصدك أنت الشيطان فالأولى فالثانية بالأولى. ليش؟ لأنك ظنيت أنت بالله ظن السوء ما ركنت أنت على الله في رزقك. هذا السر. ومن حين يدخل لك الشيطان من ذا الطريقة في اعتبار دينك نقص ناصفة ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. جعل التوكل نص الإيمان ونص الدفاع على الشيطان. فعندما دخل عليك الشك في الرزق ألا ترون ولا تسمعون إلى قول الله عز وجل في بلعام بن باعوراء كان مستجاب الدعاء في زمان موسى صلوات الله عليه. كان إذا أراد أن يدعى بيبسط سجادته ويدعى وأراه الله أثر الإجابة على السجادة بيريه آية على السجادة. بعث الله موسى كليم الله صلوات الله عليه وذا كان عالم مرجع وعباده لا والله حين دخل في نفس الشيء قال ها والله قباش لها عليك أحمر العين ما علها لا تقوم في نحرك. وسلهم ما ذاك الساعة بدع أحبك وبيجوا كل عالم وكل داعية مع أتباع. يا الله ثبتنا بجاه رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله. كان بيتحارب موسى وقومه مع القبط ومع الفراعنة قال ها ادخلوا الزانيات بين جيش موسى وهم بيخذلوا. وسل الباري اذكر لنا قصتهم في القرآن وقلنا لكم من باب إياك أعني واسمع يا جاره. بيحكي لنا قصة موسى والمقصود أبه يا أصحابة رسول الله. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها يعني يقدي شبيه باللحم اللاصق في الجلد انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
في أول الكلام فأتبعه الشيطان، يعني من حين إيش؟ من حين عزم يتخاذل الشيطان تبعه، وذكر الله أن الشيطان تابع له والهوى ما هو قايد واتبع هواه. ورجعنا الله عز وجل قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض حب الدنيا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. نعوذ بالله ونستجير بالله. يا الله ضم خبرنا، قولوا يا الله أن الله يضم خبرنا ويسترنا في الدنيا والآخرة ويثبتنا في الدنيا والآخرة ويعرفنا قدر نفوسنا الخبيثة الأمارة بالسوء. الله يعرفنا قدرها ويعيننا على جهادها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث يهدي بالأهفها من العطش أو تتركه يلهث. ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم ويش يتفكرون أو يتذكرون. قص القصص يا محمد لقي خبرتك يوبه لا ودهن ولا باجي من ذا العينة إذا ما ودهم منهم يتزيقروا وجوهم يترفعوا لأني مبتليهم مثل ما ابتليت بالآن بن باعورة وغيرهم بني إسرائيل والأمم السابقة بأشياء في ذا ما ودهم يتزيقروا بانهم لهم كذيه وجوهم مثل الكلام. فقال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وإيش معنى الفحشاء؟ أجملها هنا حقيقة الفحشاء كل ما تستفحشها العقول. إذا قمت أنا أخذ مال هذا الشخص فعقولكم بتستفحش هذا لأنه ظلم وعدوان. إذا قمت أنا أتهتك وتبع الزنا هذا بتستفحشها العقول. إذا قلت أنا أظلم والدي هذا بتستفحشها العقول. إذا قمت أنا أربي هذا كل ما بتستفحشها العقول. فهذا معنى الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من هو الشيطان؟ الشيطان دي أخرج الشيبة من الجنة. شنو أخرجه بسبوله بلا طعم بلا طعم. وعاد احنا في خرائرها لما اليوم ده السبوله لما يوم الأذية ولا ما يوم القيامة. كم من جبهة بتغبها جهنم في سبل السبوله وهو جاله وعد ما قد جال حدا مثله ما قد جال حدا مثلها أبدا. وهي الرب يخلق في الأرض ما قبه من يهب له مجبر ولا من يقول سلام عليكم. كما قعد واحد في قفره ولا تعطل هني واحد على خط ضاق نفسه ولما ذا لا بحدا يجابر ولا بحدا يأنسه ولا بده بصير الزيرع ولا به منين يشتري له دوان. ما بالله هبله ربي جبريل ما بالله هبله جبريل ثور ومقاطعه ذا عندك الثور وشده. جاء له وعد من الصبيان لقي انك كذب عليه ابليس وحلوف له ما بالله اخطا مسكين. يعني فما به هواده عند الله الأحد من خلقه. ورجع قال الله بعد الآية والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قلنا ليش قدم المغفرة هنا على الفضل وهو في سياق الرزق؟ قالوا لأن المغفرة هي سبب في الرزق. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله هذا أول واحدة من فوائد المغفرة. الفائدة الثانية إن الرزق هو سبب في منفعة في الأبدان، يعني جر منفعة للبدن ودفع مضرة عن البدن في شأن الجوع وعدم. أما الاستغفار فهو جر منفعة ودفع مضرة. دفع مضرة النار نعوذ بالله ونستجير بالله وجلب منفعة الجنة وهي أعظم من جلب منفعة الرزق ودفع مضرة الجوع. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ورجع قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة هي العلم ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طالب العلم ديك الصغبوب ذي بيسرح ويخليها أبوه يروح يطلب العلم عند أولياء الله. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإيش لو يجمعوا أولياء الله ويقولوا تيه يدينا يا طالب العلم دعس فوقها لأن الله قد شرفك وجعل الملائكة يضعوا أجنحتهم لك. تأملوا في ذا الحديث. فاحنا بيفرح واحد بابنه يجوه مقضوب في أبوه منه دنياه ولا بيهتم بدينه وكما كبر جوك دعاق وجو ما حدها بيده
لكن والله لو بيخليه يجوا حول العلماء وحول الأخيار وحول أهل الذكر، إن الدين يدخل في قلبه والخوف يدخل في لبه وأطاعه وسبرت له دنيا وآخره. لكن احنا مشغولين بالدنيا، وعاد الخبرة وراء واحد أوبه انك بين الخبرة والله باقي شعود وانا انتبه انك في البلاد شمسها بقيمة وراه وجوا قتلب شيطان، الشيبه بيقتلب شيطان بنفسه، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغرور. هي كذا وش عندكم من الشيطان نجم الأزواج؟ ما بالله بيجوق واحد بيتبع خطوات الشيطان ومن جملتها أنه بيوعد أولاده وأهله بالفقر، ما بيجوا عبد الثقة. أحتاج ربي سبحانه وتعالى قسم في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قيل إن الأصمعي كان عالم وحكيم، لقي أعرابي إنه لا عندك البدو دي ما قد دراب شيء ولا هو داري بالدين ولا حوله. قال: يا أعرابي. قال: نعم. قال: هل لك أن أسمعك كلام الله أو شيئا من كلام الله؟ قال: أول الله كلام؟ قال: نعم. ورجع يقرأ له في سورة الذاريات لما وصل في قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وحين عربي عرف ان الكلام ما هو من كلام البشر، معه ناقة ما هو قام ينكع من فوقها وذبحها، قال: ها عاوني بقسام لحمها. ما هو قسم لحمها وقعد أيام. القال أصمعي، قال: يا أصمعي. قال: نعم. قال: أنا طالب لك تعيد علي كلام الله ذيك الأول. ورجع يدعد عليها الأصمعي في سورة الذاريات لما وصل انتهى الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: من الذي ألح على الله حتى أقسم؟ ورجع بيرددها لما مات. قعد الأصمعي فترة وحكى قصته واحد من العلماء، قال: نترايا في المنام. قال: يا أعرابي ما فعل بك ربي؟ قال: رفعني فوق منازل الشهداء. قال: لماذا؟ قال: لأن الشهداء قتلوا بسيوف الكفار وأنا قتيل كلام الجبار. فالدين هو التصديق، ما هي الصلاة والصوم وحقه. التصديق التصديق التصديق. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب. ما ربي إنها معك، ما أنت في حاجة الخبرة أبدا. بيرفع الله الإنسان غصبا رغم أعين الحاسدين وقل له ما يسوى شيء، مثل الطماطيس ومثل الذهب والفضة والأشياء. كم قل البترول به الحين كم قدوبه، الذهب كم بيصل به وكم بيبلغ به. إذا اتقى الله الإنسان وأخلص لله رفع ربي غصبا بغير جودة. التقوى سببها رزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بها بك ربي عالم تفرق بين الحق والباطل بقلبك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل ما مضى فيه جوه ميسر. وعلى هذا المنوال التقوى هي قاعدة، كل من اتقى الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا غصبا بيحببه ربي، مثل ما يحبب الله الولد لا والده، كما خلص واحد لله حببك ربي غصبا ولو كره الكارهون وحسد الحاسدون، لأنه ربي ما بالله قال بل محبه على موسى الله وقبل تخبر فرعون عليه وهو عدوه، ورجع يهب لأمه أجرة تعجيه وهذي والدته به قبل يقطع قلبها خوف عليه. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ما حكمت أرحم الراحمين، ما ربي إنه بيحب الأشياء ولا يكره، وكما عزم واحد يندل وضعه ربي وما جعد الشيء. فإحنا ما والله معنا مخرج إلا بالركون على الله والإخلاص، الركون إلى الله والإخلاص. وشنو بقضية واحدة؟ قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
ما بالله بذكر لكم حاجة يعني خصلة حديث، والشيء بالشيء يذكر، يعني ما بالله تدل على غيرها. حديث وآية. قال الله عز وجل، يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، الفلوه هو ابن الخيل، حتى يصير اللقمة الواحدة كجبل أحد. شنو قالوا؟ 7 كيلو في 3. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يعني الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حاول أن يكون كلامك طيب دائم، لا تجرح صاحبك، لا تجع صاحبك، لا تقهر صاحبك، لا تكبر على زوجتك. عندكم ناس فيه لا يا الله اغفر لنا يا رب العالمين، حين تجابر بنتك ولا ابنك ولا ولدك وجوك بيصفر وجهها من الخوف، لا مصيبة هذا، ما يسهل سنو، ما يسهل. إن الرجل يكتب جبار لو لم يملك إلا أهله، قال النبي صلى الله عليه وآله، يقدم مثل فرعون. إن الرجل يكتب جبار لو لم يملك إلا أهله. وخرج واحد عنده خبرة وجو ضحكاته، وصل في البيت وجوه تقول 7 مفترس، يقول بتلفظ بنته وابنه ولا مرة ابنه، لأنه خايف ابنه بيقول يلا شيل مرتكم من الباب، لكنها ما جاءت في يده، بيكسر زوجته من غير مكسر، وما وجب الله أنه يسبر ذاك الفعال، لكنها ما ضاعت تسرح، لكنها ما سبرت لك كذا، باجه صايم ودخلوه وتقول 7 في البيت وهي صايم مثله، سبر له وتخدمه. باجوا معها طفل بيتسهر عليه ليلها وهو راقد، زقى في 7 قبح شاء الله عندي وابنش وكذا وكذا، هو ابنه. قال حياة سيدي حسين حسن الحوثي بيجي يزول بابنه يخلي مرته ترقد. سيدي عبد العظيم الحوثي فيما أخبرني الثقة إنه مرة أخطأ على مرته ورجع يروح يخلص عمامته ويقصدها، لأن داري لا يكون جبار عند الله عز وجل. فالله قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قلنا لكم العمل إذا خلص لله، فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوه بكلمة طيبة. الآية الثانية التي ذكر الله فيها شيء من العظيم، الثواب العظيم وهو السيل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه الآية ما بلا بنقرأها كذا يهود عد أهل هذا كما كن جام خزن وفسع له ولا بنتأمل ويش يشتي من ذا المحسب ويش يشتي من ذا القضية ويش يشتي. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال بعض العلماء قال في قول الله عز وجل يفسح الله لكم قال إنها أطلق، لم يقل يفسح الله لكم في الرزق ولا في الجاه ولا في الصدر ولا في الجنة، معناها أن الله يفسح لك في كل ما تأتى فيها الفسحة. مقابل أن يدخل واحد من المجلس وأحترم تنتهي بقلبه وقال أنت تعال يا فلان تفضل هنا، والناس كل ما يشتينك عن مكان تفضل يا فلان هنا، تعال هنا، هذا بقى تشتريه بذا الكلمة، بيقول ذاك فيه إنسانية لو ما هو عارف لك، هذا إنسان بالناس، ذا فيه رحمة، وباجه بيتعلم فيك طول المجلس كذا، وقد جربنا هاتين. لجل ليش؟ وإيش السبب وإيش السر؟ لجل أن الله يريد المحبة والترابط بين المؤمنين، كل ما يريد المحبة فهو مطلوب للحكيم سبحانه وتعالى. فاحنا انت آخا سواء هنا ولا في البلاد، يجو واحد مؤمن بمعنى الكلمة النقفة يفقدوها أهل مجتمعه، يقولوا الله يفتح عليه، الله يرد السالم غانم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن كالأرض يأخذ منها الناس خيرهم وحاجاتهم ويضع عليها أذاهم. المؤمن بهذا المثابة، يأخذ منها الناس حاجاتهم ويضع عليها أذاهم، بيجي عليه مشاكل ويصبر ويتحمل ويكظم الغيظ، بيبلغ الكلام وروا أنه ما سمعوا ما الحاجة. وكما جاء له واحد قال أنه أخوك لو بلغ منه قال ابشر يا ذاك وشد ظهرك، إن الله حكيم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أمير المؤمنين من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه ملأ الله قلبه إيمان يجد حلاوته. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
يقدوا من المحسنين ويقدوا من أحباء الله، يقدوا من أحباء أرحم الراحمين، وإذا قد بيحب واحد أرحم الراحمين وين بيصله؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الله ما هي سواء. قلنا ليش قال ربي خاطبنا بالخطاب وإحنا دارين ما هي سواء؟ قال لأنه نزلنا منزلة من لم يفرق بين الإحسان والإساءة، ما احنا حولها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع. تأملوا في كلمة ادفع، هذا الشيء بقوة. ادفع بالتي هي أحسن، ما قال ادفع السيئة بالسيئة، ولا قال ادفع السيئة بالحسنة، بل قال ادفع بالتي هي أحسن. إذا قال لك يا حمار قل يا مؤمن، ولا يا تقي، ولا يا بر، ونور الله قلبك واصلح الله شانك. ادفع بالتي حقت يا حصيفان، يا هنا يا هولا. قال ما لك يا حمار؟ قال يا حمار الحمير ما بيسوق السيارات، ما هو جو قدك ما عندي والسبر لا عندك طنن ورجع يقدي يحبه ويسامح منه. أنا أنا هو سامحني. هب لك كلمة حسنة مقابل كلمة يا حمار. قال يا حمار الحمير ما بيسوق السيارات. يعني هعبي يصبر اشكال منها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ورجع قال الله بعدها ما هو ما يلقاها إلا الذين صبروا. بلا محمد بن عبد الله وناس هذه واحد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله ينور قلوبنا بجاه رسول الله، ويسعدنا في الدنيا والآخرة بجاه رسول الله، ويوسع في قلوبنا بجاه رسول الله، ويرزقنا الركون حق الركون عليه بجاه رسول الله، ويرزقنا التواضع، ويصلح شأننا، ويعيننا على صلاح أنفسنا وأزواجنا وأهالينا وأولادنا، ويشركنا في دعاء محمد بن عبد الله للمؤمنين بحق محمد وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بركة أنا يا هي الذكرى. جزاك الله خير.